ازيكم يا جماعه؟ فيديو جديد معاكم نور التركي من قناه تركي تك. والنهارده جايين نعمل انبوكسنج لسماعه. السماعه دي هي انكر ساوند كور سيلكت 2. السماعه دي عليها ريفيوهات كتير وكلها ايجابيه، فتعالوا نعمل انبوكسنج للسماعه دي ونعرف هل هي حلوه فعلا ولا لا. تعالوا نجيب كتر مثلا. هوبا، ده السماعه بس هنجيلها دلوقتي. تعالوا نشوف ايه تاني في العلبه. ده مانيوال ازاي تتعامل معاها، وده مش مهم. بيجي سلك يو اس بي اي ليو اس بي سي، عشان دي طبعا بتتشحن يو اس بي سي. الحمد لله في سماعات كتير دلوقتي بتتشحن لسه مايكرو يو اس بي. ماشي، هنحتاجها دلوقتي. ودي طبعا لو انت مثلا عايز تعلقها في اي حاجه فدي تنفع تتركب فيها. وبس كده. طيب تعالوا بقى نشوف السماعه دي. هي وزنها مقبول للايد، يعتبر خفيفه برضه. اوبا، السماعه شكلها شيك جدا، وعليها طبعا المط اسود مط جميل جدا يا جماعه. السماعه دي بتيجي بديزاين جامد جدا بصراحه، انا شايفه سيمبل عصري. لا بصراحه جميله وخفيفه كمان، مش هتتعبك خالص لو انت واخدها بره معاك. من السماعه بورتبل، تقدر تاخدها معاك في اي حته، مجرد بس ان انت تشحنها منين. ايوه من هنا يو اس بي سي، تقدر تاخدها معاك عادي جدا، سهل جدا، خفيفه جدا. السماعه هنا بتيجي باستخدام 16 واط. عندك هنا نظام ستيريو. السماعه دي لما تشحنها فول تقدر تديك ساعات استخدام لحد 20 ساعه، وده انا شايفه رقم كويس جدا. طبعا تشحنها في مره تنزل بيها، انا شايفها بصراحه البطاريه بتاعتها حلوه. السماعه دي بتيجي فول ووتر بروف، كلها ووتر بروف، يعني ما تقلقش عليها مثلا لو جه عليها ميه انت بتستخدمها في حته مطرت. وكمان ضد الاتربه، مش بس الميه، عشان هي بتيجي باي بي ريتنج اي بي اكس 7. ده طبعا اي بي ريتنج ممتاز جدا على سماعه، مش هتقلق عليها خالص. السماعه دي تديك ضمان لحد 18 شهر، لو حصل اي حاجه في عيب تصنيع في اي حاجه، معاك 18 شهر تقدر ترجعها فيهم لو حصل اي حاجه. طيب عايزين بقى نتعامل مع السماعه دي، نتعامل معاها ازاي؟ السماعه دي تيجي طبعا بلوتوث. البلوتوث بتاعها هو بلوتوث 5، والسماعه هنا كمان فيها ان اف سي. احسن طريقه ان انت تتعامل مع السماعه دي هو ان انت تنزل الابلكيشن بتاعها. الابلكيشن بتاعه هو اسمه ساوند كور، تقدر تنزله من على الاب ستور ومن على البلاي ستور. تقدر تتعامل مع السماعه على الاندرويد عادي وعلى الايفون عادي. تعالوا نجرب السماعه ونشوف. ادي يا جماعه السماعه شكلها بصراحه شيك جدا، واللون بتاعها كمان اسود مط، شكله جامد جدا. هو بيبصم بس مش قوي، يعني ما بيبصمش بسهوله. عندك بقى هنا الزراير، ده الزرار الباور لو عايز تولع السماعه وتطفيها. عندك طبعا لو شغالة هتنور هنا، وعندك زرار الفوليوم داون عشان توطي الصوت. وعندك هنا الزرار بتاع الشعار بتاع ساوند كور، ده زرار ده غالبا ليه علاقة ان انت مثلا لو عايز تكونكت بالابلكيشن اسهل. عندك هنا زرار الفوليوم اب لو عايز تعلي الصوت. عندك هنا زرار البلوتوث عشان لو عايز تعمل كونكت من غير الابلكيشن، بس يفضل الابلكيشن يعني عشان يديك تجربة احسن. لو عايز تتحكم مثلا بالبيز، تتحكم بالتريبل، الكلام ده كله. وعندك هنا ان اف سي لو عايز توصلها بالان اف سي. وعندك هنا دي اللمبه طبعا لو هي معمول لها كونكت بالبلوتوث بتنور. عندك هنا بقى هنا فتحه التايب سي عشان لو عايز تشحن السماعه. عندك الناحيه التانية دي الحته اللي ممكن تعلق مثلا السماعه منها، لو عايز تعلقها مثلا في شنطه براحتك. دي طبعا بتخش فيها مع دي اللي بتيجي معاها في العلبه لو عايز تعلقها وكده. وعندك هنا السماعه من ظهرها مكتوب ساوند كور. تهيألي ده الجزء الخاص بالبيز، عشان لو مثلا يطلع لك البيز من قدام، بتهيألي بيطلع لك الصوت. طيب نزلنا الابلكيشن، تعالوا بقى نشوف ازاي هنتعامل معاها. ادي السماعة، اوكي ندوس اد ديفايس. تمام، بنت على طول يا جماعة من غير اي وقت. بس كده. وهنا بقى بالابلكيشن ده تقدر تتحكم بدرجة الصوت اللي انت عايزها. عندك هنا حاجة اسمها ساوند كور سيجنتشر، تدوس عليها. في هنا ده التقليدي، وفي هنا مثلا فويس، ده لو في مثلا فوكال او كده بيظبط لك البيز والميد رينج والتريبل. في تريبل بوست
ده ممكن برضو تشغله لو عايز التريبل يبقى عالي، وفي بالانسد. تعال عادي نجربها. صوت عالي قوي يا جدعان، صوت عالي فعلا، انا اتخضيت مره واحده. صوتها عالي جدا، السماعه صوتها قوي جدا، البيس فيها عالي، الصوت نقي جدا. لا فعلا تستاهل بصراحه. انا اول ما شغلتها اصلا على طول انا اتخضيت من الصوت، اللي هو كان الصوت عالي. لا بصراحه تستاهل جدا جدا جدا. وبس كده يا جماعه، دي كانت كل حاجه محتاجين تعرفوها عن سماعه انكر الساوند كور سيلكت 2. بصراحة أنا شايف إن السماعة دي تستاهل جدا جدا جدا، صوتها قوي، وفعلا ممكن تتقارن مثلا بسماعة الجي بي ال، سماعة قوية جدا، البيس فيها عالي جدا، شكلها شيك جدا. صراحة السماعة ممتازة. وده كان نهاية فيديو النهاردة. متنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد أول بأول. سلام.